هذه المرثية من الأخ محمد أحمد بعد مقتل زوجته فاطمة المقتولة ظلم وعدوان، يناشد بها كل الشعب اليمني أن يقفوا بجانبه ضد القاتلين، ويناشد الحكام بسرعة القصاص. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. أداء الشاعر أيمن هيثم. باسمك أنت يا ذو الجلال محمد أحمد اليوم قال يوصف كيف قهر الرجال يخلى محمد حزين. قصة يا بشر مؤلمة عندي قد قتل فاطمة يوم جوها وهي نايمة يسرق للذهب ذي ثمن. جريمة تهز البدن سوقت سمعها اليمن. قصة زوجتي بالحزن ماتت حنيني حنين. كانت بين أطفالها نص الليل في حالها في البيت نايمه جاله اثنينهم سرق مجرمين. صحيت قبل ما يسرقوا لكن بالحبال كتفوا ايديها وقد ادخلوا فمها شاشي يا سامعي. قاموا يضربوها بفاس كم يا ضرب كسر راس. وافتها المنيه بفوس مظلومه وهم ظالمين. وانا الفجر جاني اتصال الله عيشتي في نكال. يوم قالوا لي يم العيال ماتت زوجتك والظلام. جسم انهار من ذا الخبر في الغربة فؤادك تهر. جلطه بعدها جيت أثور هذا العلم فيني بحر. قد مسكول من قد قتل لا يد المحاكم وصل. اثنين مجرمين والخلل لا ذا الحين هم عايشين. يحيى بن حبيش الذليل قاتل عمد ما هو أصيل. عد عمار قاتل دخل كانوا للمرح قاتلين. والقصة لها يا بشر 6 عام ذا الحين مر. والله قد عدمت النظر وسط الحبسهم جالسين. يا ليت كل شعب اليمن يسمع قصتي والحزن يوقف جانبي ذا الوطن به ما خاب ظني يمين. بناشد رجال اليمن توصل قصتي للعلن بعلى صوت قلنا علو استعدام للمجرمين. نفتح للقضيه ملف كل منهم اعترف ليش اعدامهم قد وقف. وين العدل يا مسلمين؟ نطلب كلنا بالقصاص واعدام الجنه بالرصاص. مطلب شعب للحكم خاص احنا شعب حكمه ودين. وين العدل هذا حرام ضاع الحق ضاع السلام. ما نقبل بهذا الكلام كل الشعب له رافض. لازم تعدموا للجناه حكم الله ما بالسواه. ومحمد شعبه معاه ضد الظلم والظالمين. لازم من قتل فاطمة بسرع وقت أن نعدمه. اي والله ما نرحمه او في قتلها نستهي. ليش للآن عادوا بخاي ما به معاهم ضماي. لازم قاتل حقي ما يجلس دقيقة سجاي. محمد على زوجته تنزل كل ساعة دمعته يا غبنه ويا حسرته أذي طول عمره حزين. ماتت فاطمة والحياة بعدش ظلمات من غذاء. كل الناس تسمع بكاء دمع السال في كل حين. يالله ترحم ام العيال والله تشد الرحال. والقاتل ضروري ينام اعدامه وقاتله بحين. واختمها بأطهر بشر المختار نور النظر. صلوا على النبي يا بشر نور الحق طه الأمين.